دائما اي شركه مصنعه للمكن بتنزل في الكتالوج بتاعها قسم كامل اسمه الصيانه الدوريه. القسم ده فيه ايه بقى؟ مثلا كل قد ايه هشحم الاجريجيت، لان كل اجريجيت مختلف عن الثانيه، لان الاجريجيت اشكال وانواع كتيره قوي. طيب انواع الشحوم وايه الشحوم البديله، دي بتلاقيها في الكتالوج بتاعها ولازم تذاكرها كويس. طيب ايه نوع الشحم اللي انا هستعمله عشان اشحم بيه البلي او اللي هو الاماكن اللي بتتحرك عليها المكنه؟ طب ايه هو الشحم وكل قد ايه اللي هستخدمه في وحده التخريم ونوعه ايه؟ انواع الشحوم كتيره قوي. فانا انصحك عشان تقدر تعرف هتشحم امتى وايه نوع الشحم، انك انت لازم كل مكنه تقرا الكتالوج بتاعها، لازم تقرا القسم بتاع التشحيم بتاعها، مهم جدا. والميزه في الكتالوجات دي في الشركات المحترمه انها بتنزل بدائل، بحيث ان انت لو ما لقيتش الشحم اللي انت بتدور عليه الاساسي اللي جاي مع المكنه، لان كل مكنه بتيجي معاها كارتج او خرطوشه فيها نوعيه الشحم اللي هم بيستعملوه. فانت لازم تذاكر الحاجات دي كويس قوي. ولازم، وانا في احيانا كتيره قوي بعمل الموضوع دوت لما بدخل اي مصنع وطالب الموضوع ده، بعمل جدول. الجدول ده بفرغ فيه ميعاد الشحم، نوع الشحم، الاماكن اللي المفروض يتشحم فيها، ولازم يبقى فيه تشيك، علامات تشيك على الجدول ده. كل فتره لازم الاقي العلامه دي. يعني في مثلا حاجه بتتشحم كل 3 ايام، في حاجه بتتشحم كل شهر، في حاجه بتتشحم كل 6 شهور، على حسب الكومبوننت اللي انت شغال عليه.